السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض الاكلات اللي ولادنا بيحبوها وبيروحوا يشتروها من بره جاهزة. هنعمل برجر الفراخ وبرجر اللحمة وصوابع الاستريبس. طبعا الحاجات المصنعات دي حاولي ان انت تعمليها في البيت يا ست الكل، علشان ولادك ما يشتروهاش من بره جاهزة خالص. الحاجات دي سهلة قوي وعمايلها سهلة وحاجة تبقى بنظافة، وانت ضامنة انت عاملاها ازاي وعارفة مصدر حاجتك. تمام كده، يلا بينا نشوف طريقة التحضير. معايا كيلو من صدور الفراخ، نص كيلو. طلبت القطعة اللي هي دي، قطع الفليتو اللي بتبقى في الصدر من تحت. ده بيتباع الكيلو منها ب160 جنيه، نفس سعر البانيه. طلبت منها نص كيلو، والنص كيلو التاني خليتها اديتهم لي الصدرين كده سلام. اهي القطعة دي الموزة بتتباع، تعمليها صوابع ستريبس تبقى حلوة قوي. القطعة دي بتبقى ناعمة وبتستوي بسهولة وطعمها حلو قوي. تمام، بتبقى كده يعني كل الولاد بيحبوها القطعة دي بالذات. هنا بقى هنقطع بقى صدرين التانيين كده مكعبات، واهم حاجه طبعا غسلين نقعين في ملح وليمون. انا مش بنقع غير في ملح وليمون بس. وحاجتي بصراحه الحمد لله رب، مش بشهادتي انا، بشهاده اللي بياكل، ما فيهاش اي زفاره. وده ليه؟ لاني بعد ما بغسل الحاجه واشطفها بصفيها زي ما انتوا شايفين كده، متصفيه، ما فيش نقطه ميه وانا بنقطع. ليه؟ لان الحاجه لما بيكون فيها ميه بعد ما بتغسليها بيرد فيها زفاره وما بتبقاش حلوه. فاهم حاجه ان انتي تصفي حاجتك كويس جدا. في الكبه الصغيره كده هضربهم لان هم مش محتاجين الكبه الكبيره، يعني ده نص كيلو بس. شايفين بقى العجينه بتاعتنا حلوه ازاي؟ هنا ممكن نضيف توابلنا بس وما نضيفش بقسماط، بس انا هضيف برده شويه بقسماط. ده خلطه التوابل البرجر بتاعت ماجي، وفيها 30 جرام. 30 جرام بنحطهم كلهم على النص كيلو. دي التعليمات هما كاتبينها لك في ظهر الكيس، ان انتي تستخدمي الكيس ده على نص كيلو، سواء لحمه مفرومه، او سواء اللحوم اللي هي صدور الفراخ اللي هي هتعمليها برجر فراخ. ده خلطة ال11 بهار من كنور، هناخد منها معلقة صغيرة. دي مرقة فورية من كنور، هناخد الكيس كله. وهنحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ممسوحة كده، معلقة الشاي الممسوحة كده. وهنضيف عليها معلقة ممسوحة برضو من البيكنج باودر. هنظبط الملح لان كيس التوابل بتاعة البرجر بيبقى فيها ملح يا جماعة، فناخد بالنا. هنا بقى هنزل بحوالي 100 جرام من البقسماط الناعم، اللي هو مطحون وناعم جدا زي ما انتم شايفينه كده. عايزه تضيفي اكتر من 100 جرام ضيفي نص، ضيفي قصدي ربع كيلو 250 جرام. لكن انا حبيت ان هي تكون طعمها فيه فراخ يعني واضح، ما تبقاش المغطي عليها البقسماط. فانا حبيت احط بس هما 100 جرام. تمام، هما كفايه كده عليها. لكن انت لو حابه تزودي الكميه وتضاعفيها عشان عندك العدد كتير، فضيفي ربع كيلو على النص كيلو. ربع كيلو بقسماط على النص كيلو يعني 250 جرام. تمام كده. هنا بقى بجيب اكياس الحفظ بقى يعني بقصقصها كده بالسكينه او بقطعها بالسكينه او بالمقص على 4. وبجيب غطا علبة سمنة عشان ما عنديش مكبس. عندك مكبس اعملي بالمكبس، هيسهل عليكي الدنيا. انا هنا باخد بقى كورة على قد حجم البرجرايه كده، بقيمها كده وباخدها كده بفردها على الغطا علبة السمنة ده والكيس كده تحتها. تمام، مش بندهن زيت خالص ولا اي حاجة. العجينة حلوة وما بتلزقش، ما بتلزقش عشان ما فيهاش مية ولا سوائل. قبل ما تفرميها كده كنت مصفية كل حاجة. تمام، بقلبها الناحية التانية علشان نساوي الاحرف بتاعتها كده وما تبقاش شكلها مش حلو لما تيجي تسويها. اه كده بصوا، بدخل الاحرف دي كده واسويها. وعلى قد ما بقدر بقى بسوي الاحرف، باخدها بقى كده ومعايا طبق الناحيه التانية فيه ميه، بعوز ايدي كده ميه وبقفل كده الجناب اللي هي ايه الاحرف اللي طالعه دي. مش محتاجين بقى زيت ولا اي حاجه، هما شويه ميه كده لو عوزتي ان انت تبلي صوابعك. هنا بقى المكبس بيبقى فيه خطوط، احنا بنعملها بالسكينه كده وبنقفل عليها بقى الكيس كده اللي هو كيس الحفظ، ونحطهم نرصهم. طلعوا معايا 8 قطع بالحجم اللي انت شفتيه الكبير ده، وسمكها حلو جدا. يلا نتبل الاستريبس. معايا بصلايه صغيره، قرن فلفل رومي صغير او فلفل كوبي. هتضيفي طماطميه لو عندك طماطم، ما كانش عندي طماطم فضفت 4 معالق صلصه بيتي كده انا عاملاها وكنت لسه حتى ما صفتهاش. دي خلطه ال11 بهار، هاخد منها معلقه صغيره، في حدود معلقه صغيره كده. تمام، وهضيف عليها مكعب من المرق ونص معلقه من الفلفل الاسود، وكمان شويه ملح. المرقه طبعا بيبقى فيها ملح يا جماعه، فناخد بالنا من الحاجات دي.
هضربهم بقى، ودي بالنسبه لي احسن تتبيله للبانيه او للستريبس او الحاجات دي كلها. طبعا تتبيلات الستريبس كتير جدا، وانا نزلت على القناه اكتر من تتبيله. بص انا بوريكم هنا مفيش ميه نهائيا، شايفين الطبق بقلبه مفيهوش ميه. ودي من عوامل نجاح اي حاجه انت بتعمليها في الطعم بتاعها، ما يبقاش فيه اي احساس كده بكرفه زفاره. لان في ناس هتلاقيها كاتبه كومنتات على الفيسبوك: انا بعمل شوربتي بكون منضفه الحاجه بس بلاقيها زفره شويه. الزفاره دي بترجع يا جماعه ان انتوا ما بتردوش تصفوا الحاجه، يعني تاخدوها كده تطلع كده من الغسيل وتقوم جايه بعد ما شطفتيها يعني غسلتيها ونضفتيها، تدلقيها على طول كده تعمليها في الشوربه او تطبخيها او تعمليها، فبتطلع الحاجه فيها كرفه زفاره. خدوا بالكم من التفاصيل الصغيره دي. هنا بقى حطيتهم في صينيه كده وهدخلهم الفريزر، لان انا ما كنتش هعملهم في نفس اليوم، انا كنت بحضرهم بالليل علشان تاني يوم يتغدوا بيهم. طبعا كنت فاضيه فقلت استغل الوقت، الدنيا بالليل بتبقى طراوه شويه، فقلت استغل الوقت ودخلتهم الفريزر. تاني يوم طلعت بقى كده ميه ساقعه من الفريزر تلج زي ما انتم شايفينها، خدتها كده، وده حطيت حوالي كوبايتين من الدقيق. دي تتبيله البطاطس من كنور حلوه قوي، هتغنيكي عن اي توابل عايزه تحطيها. هتحطي بس كده كيس، ده كيس الا ربع كده، والربع التاني هنضيفه على الميه. حطيت كمان حوالي معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح وفلفل اسود. بقيه الكيس بقى هضيفه على الميه، لازم نبهر الميه يا جماعه علشان يبقى طعمها حلو. وهضيف ملح وفلفل اسود عشان الميه دي لازم تكون متبهره. تمام. ونقلب بقى كده الميه بتاعتنا ونقلب الدقيق. وده للناس اللي ما بتحبش لا بيض ولا بتحب لبن في تتبيله البانيه او تتبيله الستريبس ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي ايه المقليات دي. في ناس كتير ما بتحبش، يعني في ناس عندها حساسيه من البيض واللبن، او مرضى لاكتوز ما بيحبوش اللبن، فبلاش تحطي لبن، استخدمي كده الطريقه دي. يعني اعملي شويه الميه المتلجين دول بيساعدوا ان الكفر يبقى متماسك ومقرمش، وفي نفس الوقت بيخلوا البانيه طعمه حلو لانك انت بتبقى متبله الميه. ونفس الكلام كده تبلي الدقيق بتاعك. هنا اللي استخدمنا هو بقسماط ولا اي حاجه، يعني هو دقيق بس الموضوع، وكل بيت فيه دقيق طبعا. والميه بتاعتنا كده متبهره وكله تمام التمام. وهنروح بقى مرتين على الدقيق ومرتين على الميه، يعني رحت اول مره كده على الدقيق ورحت على الميه، بعدين رجعت تاني عفرتها بالدقيق ورحت تاني على الميه. تمام. بعفرها بقى كده واقوم جايه نطره منها كل الزوايد علشان تبقى عطشاني الشكل الكرانشي كده اللي هو بيبقى مزجزج ده. او كده بنفضها، طبعا بهدلنا الرخامه فعادي يعني كل ده هيتنضف. بس كده عملتهم كلهم، ودي اخر واحده كده برضو نفس الكلام، طلعتها من الطبق اللي كان فيه التتبيله، رحت بيها على الدقيق وبعدين نزلت على الميه، بعدين رحت على الدقيق ونزلت على الميه تاني، واخر حاجه على الدقيق. تمام. تبلتهم بقى كلهم زي ما انتوا شايفين كده. هروح بقى على زيت يكون كده ايه مش مقدوح، يكون زيت متوسط كده، يعني السخونيه بتاعته وسط، علشان ما تنزلش تاخد كفر على طول وتبصي تلاقيها ايه نيه من جوه. الكفر بتاعها كده يتحمر وتبقى نيه من جوه. والستريبس نقلته على العين اللي ورا، وبعد كده جبت الجريلا حطيت فيها قطعه من الزبده وحشوي معايا وحدات البرجر بقى بتاعتي كده. طب انتي ما عملتيش قدامنا برجر اللحمه؟ برجر اللحمه انا كنت عاملاه من قبلها بكذا يوم وكان عندي في الفريزر. طب هقولك طريقته برضو. نص كيلو من اللحمه المفرومه هتضيفي عليه كيس التوابل نفس الطريقه بالظبط، كيس التوابل اللي هي بتاعه البرجر، وكيس المرقه الفوريه، ومعلقه من ال11 بهار فلفل اسود، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وتظبطي الملح. طب انا ما عنديش خلطه التوابل بتاعه كنور، او ما عنديش خلطه اللي هي البرجر دي. طب هنعمل ايه؟ هنص كيلو هتضيفي معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، معلقه بابريكا. لو برجر فراخ يبقى توابل فراخ معلقه، لو برجر لحمه يبقى توابل لحمه. وهتضيفي معلقه بيكنج باودر، ومعلقه من نص معلقه من الفلفل الاسود، والملح بتاعك، وكيس من مرقه الفوريه او مكعب من المرقه، وتضربي الكلام ده كله. برجر اللحمه والفراخ ما بيضافلوش بصل، لا بصله متبله على البوتاجاز، لان في ناس بتتبل بصلايه كده بتخليها تدبل، بتدبل بصلايه كده في الزيت وتضيفها على البرجر، ده بيخليها تقلب على كفته. ولا بتضيفي على البرجر بصل ني، لان ده بيخليها تبقى طعمها كفته في الاخر. احنا عايزين ناكل برجر زي اللي بناكلها كده من بره، وتبقى طعمها في الطعم كده بتاع البرجر. انا ابني كان جايب لي عيش بيتي بان وعيش كايزر، بس الكايزر ما كانش حلو، ما كانش طازه، فهتشوفوه معايا كده شكله مش حلو متقطع. وضفت له كده عليها الستريبس، وحطيت له عليها المايونيز والكاتشب،
طبعا بقى لو عندك جبنه ولا عندك بقى مشروم، تاخدي كده بحته زبده على النار وتعملي بقى السندوتشات اللي بنشوفها جاهزه وبنشتريها من بره غاليه. لكن انا ما كانش عندي اي حاجه من دول، كان عندي بس كده طماطم وخيار. عملت له الساندوتش كده، هو اصلا كان جايب عيش تعبان وكان العيش تعبان يا قلبي، فعملته له كده رضيته عشان هو قال لي انا مش عايزه اكل مكرونه زيكم لان احنا كلناها بمكرونه. عملت له كده ساندوتش بالبرجر فراخ وساندوتش بالبرجر اللحمه وشويه بطاطس كده، وحطيت له بقى كاتشب والمايونيز وقعد اكل. وده كان كده الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. لو اول مره تشوفيني فعلي الجرس علشان يوصلك اي حاجه جديده انا بنزلها. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.